في 4 يناير 2011 غتعلن السلطات التونسية وفاة المواطن التونسي محمد البوعزيزي اللي شعل العافية في راسو من بعد ما الشرطية فادية حمدي غتحجز ليه الكروسة ديالو اللي كيبيع فيها الخضرة والديسير. من بعد هذه الوفاة غتخرج مظاهرات كبيرة في تونس غتأدي الهروب الرئيس زين العابدين بن علي للسعودية. من وراء هذا الحدث غتنتقل الشرارة ديال الانتفاضات الشعبية لبلدان عربية أخرى كمصر واليمن وليبيا والبحرين وسوريا، دون نسيان المغرب اللي غتخرج فيه حركة شبابية واسعة هي حركة 20 فبراير اللي غترفع شعار حرية كرامة وعدالة اجتماعية، وغتخرج تقريبا في جميع المدن المغربية، وغتخلي الملك يتفاعل مع مطالبها من خلال خطاب 9 مارس 2011 اللي غيعلن فيه الملك تعديل دستوري كامل ونسخ الدستور القديم وإنهاء مهام الحكومة. ورغم ذلك غتستمر حركة 20 فبراير في الخروج لمدة 2 تقريبا. من بعد حركة 20 فبراير غيجي حراك آخر هو حراك الريف في 28 أكتوبر 2016 اللي كانت السبب ديالو وهي الوفاة ديال المواطن محسن فكري اللي تم الطحن ديالو في كاميو ديال جمع الأزبال من بعد ما حاول ينقذ السلعة الحوت ديالو اللي حجزتها السلطات. حراك الريف غيستمر تقريبا لمدة 2 كذلك، وغينتهي باعتقال القيادة ديالو اللي كان أبرز أعضائها ناصر الزبسافي، نبيل أحمجيق، محمد جلول وزكريا الدشور وغيرهم. ومن أهم النتائج اللي خلفها الحراك ديال الريف إعفاء الملك لعدد من المسؤولين والوزراء بسبب المسؤولية ديالهم في تأخر مشروع الحسيمة منارة المتوسط. لذا شنو الملك سنة 2015 من بين هاد المسؤولين الوزراء رشيد بن المختار، حسن الحداد، حسن السكوري، حكيم الحيطي وغيرهم، وذلك على إثر واحد التقرير غادي يقدموا مجلس على الحسابات برئاسة جطو. سنة 2020 غيعرف العالم بأسره واحد الجائحة خطيرة بسبب انتشار فيروس كورونا اللي غيحصد ملايين ديال الأرواح في مختلف دول العالم. هذا الوباء غيكشف الوجه الحقيقي لبزاف ديال الدول، حيت غيبين واش هي دول أو الحكومات ديال مؤسسات حقوق الإنسان أم دول ديال الفساد والريع. المغرب غيفاجئ العالم من خلال تدبير هذا الوباء، بحيث أن الدولة المغربية غتعلن الإغلاق العام وغتلزم الشعب بالحجر الصحي، وغتواكب هذا الإجراء بإعانات مالية للأسر المعوزة كذلك للأجراء والمستخدمين، بالإضافة إلى توفير لقاحات وكمامات بالقدر الكافي. ولكن من جهة أخرى غيبين الوباء بزاف ديال العيوب، منها أولا أن القطاع الصحي في المغرب كيعاني من أزمة كبيرة في الموارد البشرية من أطباء وممرضين وإداريين، ونقص في الآليات والمعدات الطبية والشبه الطبية. ثم ثانيا غيبين باللي بزاف ديال المغاربة ما عندهمش تغطية صحية كحق من حقوق الإنسان. أما في مجال التعليم فكان المشكل كبير، حيث غيبان باللي أن الدولة ما عندهاش تصور واضح للتعليم عن بعد، وأن البنية التحتية بالتعليم متأخرة في هذا المجال. أما في مجال التشغيل فغيبان باللي البطالة منتشرة وسط الشباب بشكل كبير ومهول، حيث أن مجموعة من الشباب بدون عمل قار ما سبقش لهم مارسوا أي عمل، بالإضافة إلى بطالة الشباب المتعلم الحاصلين على شواهد وشواهد عليا كذلك. سنة 2021 غتنظم الانتخابات البرلمانية والجماعية بالمغرب، واللي غينتج عليها فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عز أخنج بالأغلبية النسبية للأصوات، فغيشكل حكومة ائتلافية مع كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة. السؤال المطروح هنا هو أشنو غدير هذه الحكومة باش تحل مشاكل الصحة والتعليم والتشغيل في المغرب؟ أولا اللي خص يعرفوا المشاهد العزيز أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب ديال رجال الأعمال وكبار المستثمرين في قطاع الأبناك والعقار والفلاحة والمحروقات. أما حزب الاستقلال فهو حزب كيعبر على المواقف والمصالح البرجوازية الفاسية منذ الاستقلال. أما اليوم فهو حزب بدون تأثير وهمه الأوحد هو المشاركة في أي حكومة، في حين كنلقاو حزب الأصالة والمعاصرة فهو حزب تم التأسيس ديالو سنة 2008 من طرف المستشار الملكي فؤاد علي الهمة، والغرض ديالو هو محاولة التصدي للصعود الإسلامي للسلطة آنذاك بعد الربيع العربي. أول إجراء كتقول الحكومة أنها نزلته هو إصدار القانون الإطار 09/21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، اللي كينص على ضرورة استفادة أكبر قدر من المواطنين من التأمين الإجباري الأساسي على المرض، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل والتعويضات المتعلقة بمخاطر الطفولة. في 2023 غيخرج قانون جديد 08/22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، اللي في المادة الأولى ديالو كيقول بلي كل جهة كتبنى فيها مؤسسة صحية عمومية
تحت الاسم ديال المجموعات الصحيه الترابيه، والمهام ديالها حسب الماده 4 هي تنفيذ سياسه الدوله في مجال الصحه في حدود مجالها الترابي. لكن في الواقع غنلقاو حاجه اخرى في المجال التغطيه الصحيه، غنلقاو بلي المواطنين ولا عندهم مشكل كبير مع مؤشر اللي ممكن يطلع بمجرد تعبئه هاد 50 درهم ولا 100 درهم من المكالمات، واللي كيحرموا في الاخير من حقهم في التغطيه الصحيه ومن حقهم في الدعم. الناس اللي كيمشيو للمستشفيات المدن الكبيره كيلقاو مشكل كبير مع حراس الامن او السيكوريتي. عادي الا دخلوا للسبيطارات فكيلقاو النهار كامل بلا ما يقضيو حتى غرض، بالاضافه الى ان حياه العديد من الناس الحوامل غتضيع بشكل غريب وسط المستشفيات كما هو الحال في مستشفى الحسن الثاني باكادير. اما في مجال التعليم والشغل فالواقع صعيب وبزاف، لان المشكل كبير. فالدوله غتنزل واحد المخطط سنه 1999 اسمه الميثاق الوطني للتربيه والتكوين من اجل تطوير التعليم، واللي غيفتح الباب امام رجال الاعمال باش يستثمروا في قطاع التعليم مقابل اعفاءات ضريبيه وتسهيلات اداريه. هنا غيوقع المشكل فاش غتولي القرايه بالفلوس، ويتفرض على العائلات الفقيره الا بغات تقري ولادها تسجلهم بالمدارس الخاصه. من بعد هذا المخطط غيجي مخطط اخر باش ينقذ التعليم العمومي من السكته القلبيه، وهو المخطط الاستعجالي 2009-2012 واللي غيشرف عليه الوزير المسمى انذاك باحمد خشيشن. هذا المخطط غتخسر عليه فلوس صحيحه تقدر بحوالي 15 مليار درهم، ولكن في الاخير غتعلم الدوله على الفشل ديالو بسبب كثره الهضر الدماصي، بسبب عدم قدرته على تحقيق الاهداف المرسوم ليه. وسط هذه الاجواء كان واحد الركود سياسي مهول لحد انه كان كيبان بلي الامور على خير وان الناس في احسن الاحوال، لدرجه ان فاش كنشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي في القنوات العموميه والخاصه كنلقاو التغني بقوه المغرب في المقارنه مع الدول المجاوره، وانه بلد ناجح ونموذج اقتصادي يحتذى به، دون نسيان موجة الفرح اللي خلقها الانجاز ديال المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال قطر 2018، ودون نسيان ان الازمه بين المغرب والجزائر حول مشكل الصحراء المغربيه خلت شريحه كبيره من المواطنين تبعا للطبقه السياسيه تتغنى بانجازات المغرب في مجال البنيه التحتيه كالملاعب وطرق السياره والاسواق التجاريه الكبيره. ولكن في الواقع كانت حاجه اخرى. فاشنو وقع حتى خلى الشباب المغربي ينتفض وتوقع احداث داميه ما كان حتى شي واحد كيتوقعها؟ في شهر 9 من سنه 2025 غتندلع احداث مواجهه بين الشباب والشرطه في دوله النيبال. هادشي بسبب قرار ديال الحكومه النيبال اغلاق 26 منصه التواصل بما فيها فيسبوك، يوتيوب، لينكدين، ريديت، سناب شات واكس لعدم تسجيلها طبقا للقواعد المعمول بها في دوله النيبال. القرار اللي ما يقبلوه الشباب واللي غادي يتسمى من بعد شباب زد، وغيردوا عليه بمسيرات شبابيه وصلات لحد انها حصلت يمكن البرلمان، فغتواجه الشرطه بالقمع والاعتقالات. فغيتطور الوضع لحد ان رئيس الوزراء غيقدم الاستقاله ديالو ويقدم الشباب لائحه المطالب ديالو اللي فرض انها تحقق. الى جانب النيبال غيخرج الشعب في دوله مدغشقر بقياده شباب زيد كذلك احتجاجا على القطاعات المتكرره في الكهرباء وفي الماء وسوء الخدمات. موجة الاحتجاجات ديال شباب جيل زيد غتنتقل لدول اخرى كالباراغواي والبيرو وبنغلاديش والهند وبالطبع المغرب، اللي غيخرجوا فيه مجموعه من الشباب من جيل زيد اللي الاعمار ديالهم كتراوح ما بين 28 و 18 سنه كيطالبوا بالتغيير والاصلاح الجذري في قطاعي الصحه والتعليم، واللي فيهم تردي ديال الاوضاع وسوء كبير ديال الخدمات. زياده على ذلك كيطالبوا بمحاربه الفساد ومحاسبه المفسدين. الفتيل ديال الاحتجاجات غيبدا من مدينه اكادير وبالضبط من المستشفى الجهوي الحسن الثاني اللي غيعرف بزاف ديال الوقفات الاحتجاجيه على سوء الخدمات وانعدام الاليات ووسائل الاستشفاء بحال الراديو والسكانير وغيرها. تفاعلا مع هذا المشكل غينزل يوتيوبر طبيب احمد الفارسي واحد الفيديو غيشرح فيه اهم المشاكل اللي كيعاني منها مستشفى الحسن الثاني، بالاضافه الى انه غيفضح مستوى الفساد اللي كيعانوا منه هذا المستشفى. وهنا غيتحركوا الشباب جيل زيد وغيقرروا انهم يخرجوا يوم 27 شتنبر 2025 للاحتجاج من بعد ما اتفقوا على هذا الشيء في تطبيق ديسكورد. وبالفعل غيخرجوا الشباب جيل زيد في مدن الرباط والدار البيضاء والقنيطره، ولكن غادي يتم التعامل معهم من طرف السلطه بالقمع تحت مبرر انها وقفات غير مرخصه وغير قانونيه، فغتعتقل العشرات من المشاركين، ولكن من بعد غيطلق بعضهم مقابل كفاله، في حين غتقدم بعض الاخر للمحاكمه. غتنتشر المظاهرات من بعد في ازيد من 11 مدينه كوجده وطنجه وتطوان وفاس ومكناس والرشيديه ومراكش واسفي والدار البيضاء واكادير وترودانت ولتيمه وقلميم وغيرها. هذه الاحداث غتخلق نقاش قوي وسط الشعب المغربي بين مؤيد ورافض
بل الانشقاق وصل للطبقة السياسية، حيث أن بعض الهيئات السياسية ساندت مطالب الشباب كفيدراليات اليسار الاشتراكي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها، بينما هيئات أخرى شيطنتها واعتبرتها دمية في يد الأعداء الخارجيين للمغرب اللي كيحاولوا يوقفوا مسيرة التنمية وكيصفيو حساباتهم مع الدولة المغربية عبر شباب صغار ما فاهمين والو وخارجين كيحتجوا على أمور الحكومة خدامة عليها باستمرار. بعد 4 أيام من الاحتجاجات وبسبب التطورات الخطيرة كتخرج الحكومة بواحد البلاغ كتقول فيه باللي كتفهم فيه المطالب الاجتماعية ديال الشباب وأنها مستعدة للتجاوب مع قادة هذه الحركة، لكن في المقابل كيردوا الشباب ديال جيل زيد بأنهم لا يمثلون حزب وليسوا بنقابة، بل هم مجرد حركة اجتماعية كتطالب بتطبيق القانون ومحاسبة كل المتورطين في الفساد الإداري والمالي والاقتصادي. رغم بلاغ الحكومة غيقرروا شباب جيل زيد الاستمرار في التظاهر السلمي، ولكن عند بلوغ اليوم العاشر وبعد نقاش مستفيض غتقرر الحركة توقيف التظاهر لحين إلقاء الملك الخطاب بقبة البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية. وفي 10 أكتوبر 2025 غيلقي الملك محمد السادس خطابه أمام البرلمان، الخطاب اللي كان قصير من حوالي 8 دقائق ينوه فيه الملك أولا بعمل النواب البرلمانيين، ثم غينتقل للتوضيح أنه ما كاينش أي تناقض بين الأوراق الكبرى اللي تلقاتها الدولة وبين العمل على تحسين الخدمات الاجتماعية، كما أن الملك غيزيد يأكد أن التغيير كيجي عبر صناديق الاقتراع والمشاركة الفعالة في الانتخابات. الخطاب الملكي هذا غيخلف موجة استياء عند شباب جيل زيد اللي كانوا كينتظروا تفاعل الملك معهم من خلال الخطاب. وفي سياق التعليق على الخطاب الملكي كيشوفوا بعض الخبراء السياسيين والأمنيين وكذلك بعض الأساتذة المختصين أن الملك من خلال الخطاب ديالو أرسل رسالة مفادها أن التغيير يجب أن يمر عبر المؤسسات الدستورية وأن الشارع لا يجب أن يكون مجال لابتزاز الدولة، في حين يرى آخرون أن احتجاجات جيل زد هي ناقوس خطر وإنذار بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير أكثر حزما لتفادي أي انفلات واختناق سياسي واجتماعي.